محامو السنغال: فرص الطعن ضعيفة أمام الطاس وتسريع الملف رهين بموافقة المغرب والكاف. أكد الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم أن الطعن في قرار محكمة تحكيم الرياضي طاس أمام المحكمة السويسرية يظل ممكنا في حال صدور حكم غير موات، غير أن فرص نجاح هذا المسار تبقى ضئيلة جدا. وأوضح أعضاء هيئة الدفاع في ندوة صحفية عقدوها صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس أن المساطر العادية للنظر في ملف نهائي النسخة 35 من كأس إفريقيا قد تمتد ما بين 9 أشهر وسنة كاملة. وأشار المحامون إلى أن الاتحاد السنغالي يسعى إلى اعتماد مسطرة استعجالية لتسريع البت في هذا النزاع، مؤكدين أن تفعيل هذا الخيار يبقى رهينا بموافقة جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأضاف الفريق القانوني أن اعتماد هذه المسطرة قد يقضي إلى صدور الحكم في غضون شهرين فقط بدل الآجال الزمنية الطويلة المعتادة. وفي السياق ذاته قال سيدو دياني عضو هيئة الدفاع عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أدارت جلسة الاستماع الخاصة بملف نهائي كأس إفريقيا بطريقة تكتنفها الضبابية، مشيرا إلى وجود اختلالات وغموض رافق سير أشغال جلسة الاستئناف. وأوضح أن الجلسة التي انعقدت عبر تطبيق زوم انطلقت في حدود الساعة 7 صباحا بتوقيت السنغال، واقتصرت في بدايتها على مرافعة تمهيدية قصيرة لم تتجاوز 6 إلى 7 دقائق خصصت لتقديم أعضاء هيئة الدفاع، قبل أن تكتفي رئيسة اللجنة بطرح سؤالين فقط على الجانب السنغالي ثم تكرار الإجراء نفسه مع الطرف المغربي.